مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ لو انت المصيف بتاعك في الساحل الشمالي، في اوقات معينه في السنه هتلاقي البحر عليه اعلام حمراء. في الوقت ده اوعى تقرب للشط، رجلك ما تجيش ناحيته، صباعك ما يلمس الميه، وده لان الموج عالي والسحب شديد، حضرتك هتموت. في نفس الوقت اللي انت مش عارف تنزل فيه البحر بتاعك في وقت الاعلام والموج عاليه، في قرى تانية امورهم عاديه جدا، البحر عندهم جميل، وده مش عشان جمال عيونهم ولا اي حاجه، ده عشان في خلجان طبيعيه في المشروع. لو بصيت هنا على الماب دي هتلاقي في خليج هنا وخليج كمان هنا، وفي لسان هنا ولسان كمان هنا، كل دول عباره عن مصدات طبيعيه في قلب البحر. هتلاقي الخلجان دي موجوده في مارينا 5 ومارينا 6، وزي ما انت شايف حتى على جوجل ماب طول السنه البحر عندهم هادي. خليج غزاله باي عشان كده هو يعتبر احلى بحر في الساحل بسبب الخليج اللي هناك، طول السنه البحر عندهم هادي. لو طلعت قدام شويه ورحنا خليج بيت البحر وخليج هاسيندا او ديزني او المنطقه اللي هناك، طول السنه البحر عندهم هادي، وده لانها محاطه باكبر 2 خليج على مستوى الساحل الشمالي كله، خليج راس الحكمه وخليج الجراوله. خليج راس الحكمه 44 كيلو في قلب الميه، 44 كيلو داخلين جوه الميه، وخليج الجراوله 16 كيلو داخله برده جوه الميه. ورغم ان في مشاريع قريبه من الخلجان، الا انك انت ممكن تلاقي رغم قربها من الخليج ده او اللسان ده او المصد، هي برده مش حلوه، وتيجي ايام معينه في السنه البحر بتاعها عالي ومش ألذ حاجه. هتلاقي البحر احيانا ما ينفعش فيه نزول، وده لان الخط الساحلي من اول اسكندريه لحد مرسى مطروح هو مش ماشي خط مستقيم. فلو انت عايز تعرف ايه افضل المشاريع اللي ممكن تشتري فيها تكون امان طول السنه، ابعت لي رساله، انا احمد يسري وهساعدك تختار بيتك في الساحل. مع السلامه. ما تنساش تعمل فولو بس بالله عليك.